مسلمون في الأولى ومسلمون في الثانية ومسلمون في الثالثة ومسلمون في الرابعة. ليه؟ لأن ما يصل إلى الله من منهج إلى البشر فلا خلاف فيه إطلاقا، وإنما الخلاف من صنع السلطة الزمنية التي يرفضها مطلق دين. لأن معنى دين إيه؟ أن يعصمني من السلطات الزمنية وأن أكون تابعا لك أو تابعا لي. لأن معنى الإسلام هو إيه؟ مسلمون يعني إيه؟ احنا شرحنا الكلمة دي وقلنا إن أسلم يقتضي إيه؟ ويرضي ليه؟ يعمل لوجه واحد يكفيك كل الإيه؟ كل الأوجه. ولذلك يجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود أو النصارى. لأن معنى أنني أتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى أنني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لأنه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى حتى تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن نكون منهم محل الرضا. ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايش. فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لأن التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. نعم. لا بإيه؟ والرضا إيه؟ إذا ما هو الرضا؟ أن تقبل فعل القالب بحب القلب اللي يحصل أنت عاشه وحبه. إنما تتعايش تقول لا أهو يعمل العمل أنا مش راضي عنه، إنما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وإنما كان تعايشا فقط. كان إيه؟ تعايشا فقط، لأنه ما كان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لأنه إن رضيت اليهود عن واحد فليحكم بأنه فارق ملة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى إذا يجب أن نفرق بين رضا. ما هو الرضا؟ الرضا هو أن تقبل فعل القالب بحب القلب، وقد تقبل فعل القالب تعايشا وحبا. ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى قال في قوله وإن جاهداك للأب والأم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده التعايش. والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، لكن الود لا مع من تحب بس. ولذلك قلنا إياكم أن تفهموا كما يقول بعض المستشرقين إن في بعض الآيات القرآنية تعارضا، والذي يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة. ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن يستقبلوا آيات من القرآن يقولوا فيها تعارض، وجابوا هذه الإيه؟ صاحبهما في الدنيا معروفة. ثم جاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيه؟ آباءهم. قال لك بيقول لك آباءهم، طب ما بيقول وصاحبهما في الدنيا إيه؟ يقول له يا غبي افهم أن الصحبة بالمعروف غير الود بالقلب. الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، أما الود فلا تصنعه إلا من تحب. فاصنع مع أبيك المعروف تعايشا، إنما قلبك ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش وياه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاهد اليهود أو عاهد غيرهم إنما لم يكن راضيا عنه، إنما متعايش لحد ما تيجي الإيه؟ ظروفه. خلاص. ولكن الإنسان المؤمن يستعيذ أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدا، لأنه إذا كان منهم محل الرضا يبقى الحق يقول كلاما لا ينقض. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه؟ تتبع ملتهم. فنعوذ بالله ان يرضوا ايه؟ ولكن ما فيش مانع يتعايشوا يتعايشوا، انما كل واحد افهموا الدقة.
وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة. شوف بقى هناك اقوال متعددة، قالت اليهود وقالت النصارى ومش كده، انما هنا قل واحدة. قل ايه؟ واحدة. قل بل ملة ابراهيم حنيفا. وحين تردهم الى ملة ابراهيم اللي هم ايضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجة اللي كانت في ايدهم علشان ايه؟ تسقطها من ايه؟ تسقطها من ايه؟ وبل ملة ابراهيم حنيفا. وبعد ذلك لتدرك معنى الهداية التي كانوا يقصدونها وما كان من المشركين. شوف يبقى كلمة الهداية اللي هم عايزينها فيها ايه؟ الاشراك. قولوا ملة ابراهيم دي، يمكن واحد يقول لك طب احنا ملة ابراهيم دي ايه؟ فشرحها الله حتى يقطع العذر. يمكن